تبنت محطات الأخبار العربية روايات بنت عليها كل أحداث الوطن العربي التي اجتاحته منذ بداية العام 2011. معظم تلك الحكايات كان مصدرها روايات شفهية لناشطين لم يسعفها مرور الزمن عليها بأن تظهر وثائق وأدلة دامغة تؤكد صحتها. تم اعتماد أسلوب اللعب على معازف العاطفة البشرية، كما في حالة البوعزيز في تونس التي كثر حولها غموض نسف معظم ما شاع عنها. إن لهيبك لامس أرض شنقيط والجزائر والقاهرة والأردن واليمن، وهناك من يسجل اسمه على قائمة الانتظار. كافر من يدين موتك. Self-determination began 6 months ago in Tunisia. On December 17th, a young vendor named Mohamed Bouazizi was devastated when a police officer confiscated his cart. Only this time something different happened. After local officials refused to hear his complaints, this young man, who had never been particularly active in politics, went to the headquarters of the provincial government, doused himself in fuel, and lit himself on fire. في سوريا بني كل ما حدث على قصة الأطفال السوريين الذين اقتلعت أظافرهم، غير أن دليلا على صحة ذلك لم يظهر لاحقا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المتابعة أظهرت تناقضات واضحة بين الروايات التي تبنتها محطات الأخبار العربية من جهة، وتلك التي نشرتها منظمة Human Rights Watch من جهة أخرى. فوسائل الإعلام العربية قالت إن الأطفال خرجوا في مظاهرات مطالبين بإسقاط النظام، بينما Human Rights Watch قالت إن الأطفال كتبوا على الجدران عبارات استفزت رجال الأمن. في كلا الروايتين فإن الأشخاص الذين تحدثوا عن قصة الأطفال مقتلعي الأظافر غير معروفين إلا بكونهم نشطاء، أي إنهم ليسوا بأقرباء للأطفال، غير أن بعضهم ليس سوريا أصلا. كلا الروايتين لم تحدد تاريخا لاعتقال الفتية ولا تاريخا للإفراج عنهم. لم يذكر اسم لطفل واحد قد اقتلع الأمن أظافره، ولم تقدم وثيقة واحدة لاحقا بهذا الخصوص، مع اعتبار أن الأحداث كلها اعتمدت بشكل رئيس على تصوير كل مجرياتها بسرعة قصوى ولو بكاميرا هاتف بدائية. بعد نحو 4 سنوات من التغطيات الإخبارية عن وقائع بنيت على أحداث غير مسلم بصحتها، تجد محطة أخبار تطرح سؤالا فيه من تخبط عدم فهم ما يجري الكثير، فيحار السائل غير قادر على قراءة ما يسمع. اليوم تتغير الظروف تاركة وراءها سؤالا عريضا: هل انضم النظام إلى محور المؤامرة الذي قضى سنوات في حربه، أم أن أمريكا هي من انضم إلى محور الممانعة؟ وصف السؤال بقلة الإدراك مرده إلى أن السؤال كان يجب أن يكون بصيغة أخرى. هل اقتنعت إدارة أوباما بأن لا منتصر في الحرب على سوريا وبأن لا حل دون التنسيق مع الدولة السورية؟ عندها سيكون الجواب حاضرا في تقرير المحطة ذاتها عن إجابة وليد المعلم بقد. علق رأس الخارجية السورية الجواب بقد التي تستخدم في لغة العرب لتكثير الاحتمال أو تقليله. أما إن صحت صيغة سؤال المحطة القطرية وانضمت الولايات المتحدة حقا إلى محور الممانعة كما افترض تقريرها، فأين ستصطف المحطة ذاتها؟ وكم من نشرات أخبارها سيسودها صوت الصمت؟